تموين على الأقل تصنيع النموذج تاع الفكرة تاعو. أردنا أن نتعمق أكثر في الموضوع، فانطلقنا في رحلة البحث عن أبرز المخترعين في الجزائر وما هو مصير اختراعاتهم. بدايتنا كانت من عاصمة البيبان برج بوعريريش، حيث استقبلنا المخترع الشاب بلال طلبي وعاد بنا إلى تجربته في ميدان الابتكارات. أنا بلال طلبي، مخترع كما عرفتوني، من ولاية برج بوعريريش. درست تقني سامي أشغال عمومية في القبة، قريت فورماسيون أخرى في ورقلة في الجامعة تاع ورقلة، محروقات تخصص إنتاج. كنت نلاحظ بأن الطلبة اللي معايا ما يفهموش ولا ما يستوعبوش الأمور التقنية اللي يعطيها لهم الأستاذ. دونك يهضر لهم على ان سيباراتور ولا بغرون ديمونسيون اكسيتيرا ويوري لهم بالداتا شو بالبوليكوب اكسيتيرا، مهما يكون ما يستوعبوش كيما النظري. دونك كانوا يسحقوا خرجات علميه لابار النفط. أخذنا بلال إلى مكانه المفضل المستودع، حيث قام باختراع جهازه لقياس الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية. ها يا عمر لابار اللي قلت لك عليها، هذا هو الجهاز العجيب اللي كنا نهضروا عليه. هذا اللي هضرنا عليه فوق. ما شاء الله هذا كبر فيها، كان صغير وكبر. الفكرة كانت صغيرة، كانت عبارة عن رسوم في على الورق. كنا بلال على هذا الجهاز. هي بئر بترولية مصغرة بقوة 10 بار، تغني الطلبة والباحثين عن مشقة التنقل إلى أبار النفط. حكينا ايضا يعني المكونات الاساسيه تاع الجهاز. المكونات الاساسيه تاع الجهاز كما راك تشوف لهنا. عندي ان سيلندر تاع البوي وين كيديروا الفوراج، نجبدوا لا كاروت سيلندريك هذيك نركبوها لهنا، هذه مثابه يعني البئر. هذا باغ اكزومبل مشي كاينين واحد لي زيكيبمون لهنا، مام الطالب كي يروح لابار النفط ما يشوفهمش باسكو سو تيران من تحت، يشوف واش كاين فوق، يشوف لا تيست دو بوي ولوزين بعدا سيباراسيون واكسيتيرا. دوكا لهنا كي عاش عنده هذا نقدروا نحطوهم لهنا لي زيكيبمون دو ستار اللي راهم سو تيران، يقدر يشوفهم. وبعد تجي لافان ميتريس انفيريور سيبيريور لا تيست دو بوي، عندك لافان لاتيرال، عندك ان سيباراتور، عندك ان ديستريبيتور. سعي بلال إلى أن يصل صدى اختراعه إلى آذان المسؤولين جعله يستغل فرصة إقامة معرض البترول بحسي مسعود حتى يعرض جهازه، رغم أنه لم يكن ضمن قائمة العارضين. هذه في الورشة مع الطلبة كانوا يمونتيو فيهم نيشطون ريزيرفي وكل شيء، وما كانش مكان يعني مقسم بالمتر كاري. واش حسيت انت بلال؟ قلت بالك راحت عليا وخلاص، في الفرصة هذه ضاعت. بصح قال لي عندك شونس حطها لهنا في الفناء خارج الشابيطو، كان خطاكش الشركات كانوا لي شطون هذو كان في خيمة عملاقة، حطوهم ثم. قال لي حطها لهنا في الفناء اون سي جامي تتخلف شركة والله ما تجيش، قال لي نحطك ثم. يعني كنت اون اتونت. كنت اون اتونت. انا رحت درت في لي شطون هذوك من هيه، لقيت الفا كمبيوتر ما جاتش، كانت حاطه الوسمو تاعها اللوغو تاعها حاطه في البيرو تاعها هذيك الفا كمبيوتر وهذاك، مازالوا ما دخلوش برك كانوا مع الوالي يمكن. رحت انا حليت شابيطو مني، دخلت الاختراع تاعي، حطيت الدرابو والصوره تاع الرئيس بكل بساطه. التحدي الثاني انه الوالي ديجا خلاص خرج من الشابيطو، راح يركب السياره تاعو قريب خلاص خرج. لحقته قلت له سيدي الوالي انا طالب جامعي، سلم عليا. وي قلت له عندي اختراع هنا. قال لي ما شفتوش. قلت له تعاود تدخل معايا. قال لي ندخل معاك نولي معاك. ولا الوفد هذاك كل هذا جا لي الشابيطو شاف، قال لي يا وليدي انا ما نعرفش مدينه البترول. قال لي بصح اللي يعرفوا كل راهم من هنا. قالوا واش تقولوا؟ دونك كانوا مسؤولين هكذا في سوناطراك، حظيت يعني بالشرف انهم هضروا معايا وقيموا ثم مبدئيا. قالوا بلي بروجي يعني يمكن عنده افاق، لازم له دراسه شويه، يمكن عنده افاق
ونوعدوه ان شاء الله بحاجه ايجابيه. دونك طبيعة الاختراع الذي يتميز بجانبه البيداغوجي جعله يطرق كل الأبواب، ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد كانت ردة فعل المسؤولين كالتالي: قبلت بالطرد، يعني فتح الباب وقال لي يخرج برا ديكاج هذا مكان. فشلت تما. دونك انا بيان سور كنت تفشل، بيان سور كنت تفشل بعد التحديات والجريات الماراطونيه اللي درتهم هذوك وكل، والاتصالات نسقت مع الساده ولات ونقص مع مسؤولين مع ذيك وبعدها يحل الباب يقول لك خرج برا ديكاج. خرجت مباشره كتبت ريكلاماسيون لرئاسه الجمهوريه ودعمتها بملف ورساله وريكلاماسيون اخرى للوزير الاول، وطلعت حطيتها في رئاسه الجمهوريه. لابد ان نعرف الميدان اللي رايحين نخترعوا فيه. اذا كان فيه ميدان وين يتطلب نوع من التقنيه، ماهوش من السهل نروح نقنع مثلا صاحب مؤسسه ولا مسير اللي ربما عنده سنوات واللي طوال السنوات اللي عمل فيها يشوف بانه هذا الاختصاص من ماهوش سهل وعنده من الدقه ما يجعله يفكر أنه من المستحيل أن يكون مجرد طالب جامعي قادر يوصل إلى نتيجة مهمة. تجاهل داخل الوطن قابله عروض من كبرى الشركات البترولية في العالم، إلا أنها لم تسل لعاب بلال. سونبرجي كيما نظرك وكذا شركات يعني يشوفوا كبريات الشركات. فوالا وهذا ما نقدرش نهضر في حضرة سوناتراك شركة وطنية على شركة أجنبية، وهدرتها الوزير معالي وزير الصناعة شريف رحماني وعلى بالهم مليح. وصلنا رحلة بحثنا